بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا طلبة أولى ثانوي، أهلا بيكم. معاكم أنا شريف القصاص. النهاردة شغلنا بيتكلم عن التاريخ في الصف الأول الثانوي، وأول فصل من فصول التاريخ وهي الحضارة والتاريخ. تعالوا بينا يا ولاد نتكلم يعني إيه حضارة، يعني إيه تاريخ، إيه مراحل حياة الإنسان في عصورنا كلها لغاية ما وصلنا ما نحن فيه الآن. تعالوا نتكلم عن الحضارة والتاريخ. تعالوا كده نتكلم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. بنقول إنه في جزئية مراحل حياة الإنسان، أنا عاوز أقول إنه الإنسان مر بمجموعة من المراحل الحياتية والتاريخية، والحقيقة كل مرحلة فيهم قعدت آلاف السنين. تعالوا نتكلم عن 3 مراحل متتابعة. آدي المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة، وكل مرحلة من دول قعدت آلاف السنين. المرحلة الأولى وكانت تتصف بالترحال والتنقل. المرحلة الثانية كانت مرحلة الزراعة واستئناس الحيوان. المرحلة الثالثة وهي اختراع الكتابة وكتابة الحضارات أو صناعة الحضارات. الحقيقة كل مرحلة من دول كان لازم تحصل بنفس الترتيب عشان تتكون اللي بعديها. يعني مثلا في المرحلة الأولى زي ما حضراتكم شايفين، وهي مرحلة الترحال والتنقل. كان الإنسان في العصر ده وفي الفترة دي، ودي مرحلة طبعا قعدت آلاف السنين، الإنسان في الفترة دي يا شباب كان بيتنقل من مكان إلى مكان بحثا عن الطعام. أي مكان فيه مية يقعد فيه شوية لغاية ما تجف المية ويروح لمكان تاني. وكان في الفترة دي الهدف هو يعني الصيد أو الطعام، وكان بينهم حالة بسيطة من التعاون بين أفرادهم، لأنه كان بيشوف إنه لوحده مش هيقدر يصطاد ولا يقدر ياكل، يعني نبدأ نتعاون فيما بيننا من أجل الصيد. يبقى الترحال والتنقل من أجل الطعام. شوية بدأ يخش بعد آلاف السنين طبعا في المرحلة الثانية وهي مرحلة الزراعة، ودي لما بدأوا يلاقوا الأنهار بدأوا يستقروا على ضفاف الأنهار وتتم الزراعة واستئناس الحيوانات من أجل إشباع حاجاتهم. جميل جدا، يبقى الزراعة واستئناس الحيوان. وفي الحتة دي بقى بدأ يحصل حاجة اسمها يا ولاد استقرار المجتمع. طيب كلام رحمة، كلام جميل، كلام لطيف. نيجي بعد شوية بنخش في المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة الكتابة واختراع الكتابة. الإنسان هنا في العصر ده بدأ يكتشف حاجة اسمها الكتابة ويدون الأحداث التاريخية ويكتب التاريخ لتنشأ الحضارات. فبقت هناك حضارات كتيرة جدا خاصة في الشرق القديم زي ما هنشوف بعد شوية، زي الحضارة المصرية القديمة، الحضارة البابلية العراقية أو الرافدين اللي هي العراق، الحضارة الفينيقية اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين. دي اسمها حضارات. وطبعا الحضارة طبعا مهمة جدا، حضارة إيران اللي هي الحضارة الفارسية، كل ده في الشرق القديم. ده كلام محترم جدا. يبقى مرينا ب3 مراحل. الحياة البدائية بدأت الأول بالترحال والتنقل من أجل الطعام والصيد والتعاون. بعد كده بدأنا نستقر على ضفاف الأنهار، بدأ الأكل والشرب تمام واستئناس الحيوان والزراعة، ويبدأ المجتمع يستقر شوية حبتين وبقى الدنيا أفضل كتير. بعد شوية بدأ يخترع الكتابة، ومن هنا بقى يستقر في الأرض أكتر وبدأ يكتب وبدأ يتناول الحضارة وسمات الحضارة عشان تنشئ أعظم الحضارات القديمة زي ما احنا شفنا، الحضارة المصرية، الحضارة البابلية، الحضارة الفينيقية، الحضارة الفارسية إلى آخره. ده كلام محترم جدا، ولكن ما هي الحضارة؟ الراجل بيقول لي إنه تعريف الحضارة يا شباب، هو الراجل بيقول لي ان الحضاره ما جاتش من فراغ. قال لك ده الحضاره مجهود انساني، يعني انسان اشتغل في البيئه من اجل اشباع حاجات. اشتغل على الارض، اشتغل على البحر، اشتغل على الهواء، اشتغل على الحيوانات،
لغايه ما طلع احسن ما فيها لاشباع رغباته. المهم قال لك ان الحضاره في 3 نقط صغيرين. عفوا. الحضاره قال لك هي نتاج، خد بالك معايا من فضلك، هي نتاج مجهود انساني. قال لك الحضاره هي نتاج مجهود انساني. ليه يا عم؟ قال لك من اجل تعمير الارض، يبقى هي نتاج مجهود انساني من اجل تعمير الارض. خد بالك رقم 3. وتحسين ظروف الحياة ماديا ومعنويا. الله، ناخد بالنا بقى يا شباب ان الراجل لفت نظري لما قال ان الحضارة مجهود انساني. الله عليك، يعني عمر الحضارة ما هتتقدم ولا هنوصل للمستوى اللي احنا عليه الان الا ما الانسان يقوم بشوية شغل. لازم تنزل تشتغل، اجتهد بالصواب والخطأ والمحاولة والخطأ، هتعمل احسن حاجة. فهي مجهود انساني، مجهود انساني على كل الظروف البيئية المحيطة، على الارض عشان اعمل منها زراعه، على البحر عشان اطلع منه السمك، على المعادن زي الحديد والذهب عشان نعمل منه ادوات القتال او الاسلحه الى اخره، لغايه ما بنوصل النهارده الى اعظم سمات الحضاره والتقدم. يبقى هي نتيجه مجهود انساني. طب ليه يا عم؟ قال لك من اجل تعمير الارض. يعني ايه تعمير الارض؟ يعني اشباع حاجات الانسان، انه يعرف ياكل، يعرف يشرب، يعرف يسكن، يعرف يعيش حياه كريمه. وتحسين ظروف الحياة قال لك ايه بقى؟ ماديا، خد بالك، ومعنويا. الحقيقة التعريف ده عليه 3 ملحوظات او ملحوظتين. تعالوا نشوف شوية الملحوظات اللي المفروض ناخد بالنا منها عن هذا التعريف. انت قلت لي ان الحضارة مجهود انساني لتحسين ظروف الحياة وتعمير الارض ماديا ومعنويا والكلام ده كله. اول حاجة هشوفها هنا ما نلاحظه في التعريف. ايه اللي نقدر نقوله في التعريف او ما نستنتجه من هذا التعريف؟ اول حاجة نقدر نستنتجها رقم 1 من التعريف اللي فات، ويا ريت حضراتكم تكونوا بتكتبوا معايا بورقة وقلم يا شباب. يعني هات لي كده كشكول، هات لي مجموعة اوراق لطيفة واقعد تسجل واكتب ورايا كده. احنا بنعمل مع بعض ملزمة حلوة قوي. لو عاوز الملزمة بتاعتي PDF انا ابعتها لك، المهم، ومجانا على فكرة. بنيجي نقول ما نستنتجه من تعريف الحضارة. أول حاجة الهدف. إيه الهدف؟ الهدف من الحضارة إيه؟ قال لك هو تعمير الأرض. ليه يا عم؟ لإشباع حاجات الإنسان. يعني إيه يا مستر شريف؟ خد بالك، يبقى كده لاحظنا ان اول حاجه موجوده من التعريف اللي فات ان الانسان هيشتغل على البيئه والطبيعه، تربه، ميه، نبات، حيوان، هيشتغل عليها عشان في الاخر يشبع حاجاته بقى، اكل، شرب، حياه كريمه، سكن، استقرار. خاصة ان احنا هنشوف ان اي تقدم حضاري يعتمد في الاصل على استقرار المجتمع، مش اضطرابه وحروبه وخلافاته و المهم، يبقى اول حاجة من التعريف ان الهدف من مجهود الانسان مع البيئة هو تعمير الارض لاشباع حاجات الانسان. طيب رقم 2، قال لك رقم 2 ان الحضارة لها مظهرين. يبقى انا كده بتكلم عن ما يسمى مظاهر الحضارة. خد بالك احنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة، مش مستعجلين ورايقين وبنتكلم مع بعض عادي جدا. مظاهر الحضارة في جانب مادي وفي يا اولاد جانب تاني معنوي. خد بالك معايا من فضلك. الجانب المادي، كلمة مادي يعني ملموس، يعني مدرك حسيا، يعني اقدر اشوفه، اقدر المسه. زي ما اجي اقول ايه، عندك اشياء ماديه ملموسه تدل على الحضاره المصريه القديمه، اقول لك اه طبعا. يعني عندي المعابد، المقابر، اوراق البردي، ال 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 الاهرامات. يبقى ما هو الجزء المادي في الحضاره اللي طلعناه من التعريف؟ الجزء المادي
ويشتمل على المعابد، المقابر، الأهرامات، الملابس، المساكن. ايه تاني عندك؟ الاختراعات، كل شيء مادي ملموس عادي جدا، اقدر اشوفه، اقدر اسمعه، اقدر المسه. اهو المقابر، المعابد، الاهرامات، الاختراعات، الملابس، المساكن، دي كلها اسمها اشياء ماديه ملموسه. ده مظهر من مظاهر الحضاره. فين الحضاره المصريه القديمه؟ بتشوفها فين؟ فاشوفها في تماثيلهم، مقابرهم، معابدهم، اهراماتهم، اوراق البردي، الملابس اللي كانوا لابسينها، الحاجات دي كلها. طيب ما هو بقى الجزء المعنوي في الحضاره المصريه القديمه او اي حضاره؟ كلمه معنوي، قال لك معنوي يا ولاد يعني غير ملموس، يعني موجود بس ما اقدرش اشوفه رأي العين، ما اقدرش المسه. زي ايه يا عم شريف؟ قال لك زي الافكار الموجوده في الحضاره دي، زي اما اقول العادات والتقاليد. اقدر اقول برضو العلوم اللي كانت موجوده، العلوم الرياضيه، الفيزياء، الى اخره. طيب يبقى كده قلنا الحضاره مجهود انساني هدفه اشباع رغبات الانسان وحاجاته من اجل الرفاهيه اللي هي تعمير الارض. وقلنا ان الحضاره جزئين، في جزء مادي ملموس زي الحاجات اللي نقدر نشوفها، ملابس، مساكن، مقابر، معابد، الى اخره. وفي جزء معنوي غير ملموس اللي هو الافكار والعادات والتقاليد واللغه وما الى ذلك. بصوا يا شباب، كان في واحد مهم جدا اسمه ديورانت. قسمها كده عشان تعرف تقراه. ديورانت قال يا جماعه انا بالنسبه لي الحضاره هي كده. طب يا عم ديورانت هتقول لنا ايه على الحضاره؟ قال لك الحضاره رقم واحد، قال لي هي نظام اجتماعي. يعني ايه نظام اجتماعي؟ يعني مش حيوان، يعني بشر، تفاعل الناس مع بعض. هي نظام اجتماعي. رقم اتنين، يجعل الإنسان قادرا على زيادة إنتاجه الثقافي. خد بالك، يبقى الراجل هنا بيقول لك أن الحضارة بالنسبة له أنا ديورانت، الحضارة بالنسبة لي أنا ديورانت هي نظام اجتماعي. قال لك نظام اجتماعي يجعل الإنسان لديه القدرة على زيادة إنتاجه الثقافي. يعني نظام اجتماعي يجعل الإنسان يطلع منه مظاهر الحضارة اللي احنا قلناها، اللي هي المظاهر الحضارة المادية والمعنوية. يبقى الحضارة هي زي ما بيقول لنا الراجل ده، بيقول ان الحضارة هي نظام اجتماعي، يعني نظام بشري بيقوم على التفاعل ما بين البشر، يجعل الانسان قادرا على زيادة انتاجه الثقافي. قلت له هو ايه يعني ايه كلمة ثقافي؟ قال لي يا شريف هو انت نسيت بقى، والله ازعل منك. انتاج ثقافي يعني بنتكلم عن العادات، التقاليد، بنتكلم عن اللغة، بنتكلم عن الدين، بنتكلم عن الاختراعات والمعابد والمقابر، بنتكلم عن ادوات الاكل واللبس، كل ده منتج ثقافي. بنتكلم عن الفنون والعلوم الرياضية وغيرها. يبقى مرة تانية يا جماعة، انا خدت من شوية كلمة حضارة، قلت دي مجهود انساني مع البيئة لجعل البيئة تشبع رغبات الانسان وحاجاته ماديا ومعنويا. يقوم الواد ديورانت قالت وعاوز اقول لكم يا جماعة ان فعلا بجد الحضارة نظام اجتماعي بيعتمد فيه البشر على بعضهم ليشبع حاجاته. فقالت هي نظام اجتماعي يجعل الانسان قادرا على زيادة انتاجه الثقافي، يعني ينتج عنه مكونين مادي ومعنوي اللي قلناها قبل كده.
الإنتاج الثقافي عادات تقاليد لغة دين اختراعات أدوات فنون علوم رياضية فيزياء بتاع كل ده منتج ثقافي نتيجة تحضر المجتمع وتفاعل البشر مع بعض ومع البيئة، فينتج هذا المنتج الراقي الجميل. بالمناسبة كنت عاوز أسأل حضراتكم، هل التقدم الحضاري اللي احنا فيه النهاردة، احنا بقينا نكتشف الكواكب ونروح ونكتشف المريخ وكواكب تانية ونطلع القمر شغلانة، يعني الإنسان عمل حاجات عجيبة جدا. هذا المنتج الحضاري الراقي اللي احنا فيه النهاردة هل تفتكر هو نتيجة حضارة معينة هي اللي خلتنا على هذا الرقي، ولا ده تراث حضاري ساهمت فيه جميع الحضارات؟ لا، هو تراث حضاري ساهمت فيه جميع الحضارات. يعني الحضارة التي نحن فيها اليوم هي نتيجة العديد والعديد من الحضارات. كل حضارة كان لها إسهام. يعني مثلا الحضارات الشرقية القديمة، احنا بنتكلم مثلا في الفرس واللي هي إيران وبلاد الرافدين في العراق ومصرية القديمة والفينيقية سوريا ولبنان وبتاع، وبنتكلم في الحضارات القديمة الغربية اللي هي الرومان واليونان، وبنتكلم عن الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى اللي قعد أكتر من أو قعدت تقريبا 1000 سنة. كل هذه الحضارات كان كل واحدة فيها كان ليها إسهامات حضارية ساهمت في تقدم الحضارة اللي بعديها. يعني كل حضارة استفادت من الحضارة اللي قبلها وأثرت إيجابا في الحضارة اللي بعديها، ودي الدورة الزمنية اللي هنتكلم فيها بعد قليل عن العديد من الحضارات. لكن خليني قبل ما انقل على موضوع الدورة الزمنية للحضارات المختلفة، خليني أقول إن هناك علاقة بين حاجتين مهمين جدا يا جماعة. هناك علاقة ما بين استقرار المجتمع، في علاقة بين استقرار المجتمع، في علاقة ما بين استقرار المجتمع والتقدم الحضاري. يعني ايه يا مستر شريف؟ يعني يا شباب ما ينفعش انه لو انت عاوز تدور على مجتمع متحضر او يبقى مجتمع متحضر لازم يتصف بالاستقرار، استقرار في الدين في العادات في التقاليد، ما يبقاش بينهم خلافات، ما يبقاش بينهم صراعات. لذا قال لك اي مجتمع تسود فيه الخلافات، خد بالك، تسود فيه الخلافات، تسود فيه الصراعات، مجتمع مفكك يؤدي الى مجتمع غير متحضر يفتقد الابداع والتقدم. لكن لو مجتمع بقى عنده استقرار، عنده عدم اضطراب، عنده عدم وجود قلاقل، عدم وجود صراعات وخلافات، المجتمع ده بيستقر، فمجتمع بيبقى مبدع ومتحضر. فكلما زاد استقرار المجتمع زاد الإبداع والحضارة، وكلما قل استقرار المجتمع قلت الحضارة وأدى إلى التخلف. علاقة طردية، ده يزيد ده يزيد، ده يقل ده يقل. يبقى اوعى تنسى ان في هناك علاقة إيجابية بين استقرار المجتمع والتقدم الحضاري، ان كلما زاد استقرار المجتمع وما فيهوش اضطرابات ما فيهوش صراعات ادى الى التقدم الحضاري والعكس. تعالوا نتكلم بقى دلوقتي عن الدورة الزمنية للحضارات المختلفة ما بين حضارات الشرق والغرب، وزي ان كل حضارة فيها كانت بتأثر في التانية وكانت مهمة للتانية، بتاخد منها وبتديها في علاقة تأثير وتأثر متبادل. تعالوا نشوف مع بعض التأثير والتأثر المتبادل ده كان شكله ايه، والدورة الزمنية بتاعت الحضارات دي كانت ايه. تعالوا نتكلم بقى على ما يسمى انتقال الحضارات عبر الأزمنة. هنلاحظ ان كل حضارة عندنا 4 حضارات، كل واحدة فيهم كانت بتأثر في الحضارة اللي بعديها. الحضارة الأولى حضارات الشرق القديم، ثم الغرب القديم، ثم حضارة الشرق مرة تانية والحضارة الإسلامية، إلى أن ننتهي بالغربي الحديث أو الحضارة الغربية الحديثة. الحقيقة الحضارات دي كانت بتعتمد الحضارات دي على ما يسمى التأثير والتأثر المتبادل. يعني كل واحدة فيهم بتستفيد من الحضارة اللي قبلها وتأثر إيجابا في الحضارة اللي بعديها. البداية كانت من الشرق القديم، يعني ما يجي يقول لك ايه نواة الحضارات ظهرت في حضارة الشرق الأوسط القديم ولا الغرب ولا الحضارة الإسلامية، لا، هي بداياتها ظهرت
من حضارة الشرق القديم. طب ايه حضارات الشرق القديم؟ الحقيقة عندي مجموعة من الحضارات الشرق القديم. يعني مثلا عندي حضارة الرافدين اللي هي العراق، تمام، حضارة الرافدين العراق. عندي الحضارة المصرية القديمة، تمام. عندي الحضارة الفارسية اللي هي إيران. عندي الحضارة الفينيقية، الحضارة الفينيقية اللي هي حضارة سوريا، لبنان، فلسطين، منطقة سوريا. يبقى الحقيقة أنا عندي مجموعة من الحضارات الشرق القديم: حضارة الرافدين، الحضارة المصرية القديمة، الحضارة الفارسية، الحضارة الفينيقية. تمام تمام. الحضارة دي الحقيقة بدأت تأثر في الحضارة اللي بعدها على طول، وهي حضارة الغرب القديم. طبعا حضارة الغرب القديم اعتمدت على الحضارة الشرقية القديمة، وخدت منها شوية حاجات طورت نفسها بيها. زي ايه حضارة الغرب القديم؟ هم حضارتين غربيتين: الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. دي أوروبا قديما. خد بالك يا أستاذ. يبقى احنا كده يا ولاد عندنا حضارتين قديما غربية: الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. المهم الحضارتين، يبقى احنا قلنا بدأت الحضارات بحضارات الشرق القديم اللي بنتكلم فيه عن المصرية والفارسية والعراقية والفينيقية، ثم دي أثرت إيجابا في الحضارة اللي بعدها اللي هي حضارة الغرب القديم اللي هي كانت الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. دي أثرت إيجابا في الحضارة اللي بعديها على طول اللي هي حضارات الشرق اللي هي بقى ايه؟ حضارات عودة أخرى. دي عودة كده يا جماعة، يعني بعد ما كنا في الغرب رجعنا للشرق تاني. ودي كانت الحضارة الإسلامية. خد بالك، الحضارة الإسلامية هي أكبر حضارة موجودة، عاشت قرابة 1000 عام. يعني ما تيجي تقول لي ايه أكبر حضارة، أقول لك الحضارة الإسلامية. تمام. طيب الحضارة الإسلامية اللي ظهرت جدا وازدهرت جدا، ودي في العصور الوسطى، خد بالك، من الأندلس لغاية الصين إلى آخره. بعد كده بتعود مرة أخرى الغرب، بيعود لمرة أخرى إلى التقدم والحضارات الغرب الحديث. ودي هنتكلم عن بنتكلم في أوروبا وأمريكا، وده بنسميه الغرب الحديث. يبقى هنا بنلاحظ حاجة في الحضارات القديمة، إنه كل حضارة تؤثر وتتأثر بالحضارة التي قبلها، وتؤثر في الحضارة التي بعدها. تتأثر باللي قبلها وتؤثر في اللي بعدها. يبقى احنا كده بنتكلم عن الحضارات، بنقول انه بتنتقل الحضارات عبر الازمنة. اولا بدأنا بالشرق القديم، الحضارات الرافدين والمصرية والفارسية والفينيقية. انتقلنا بعد، طبعا خد بالك كل حضارة بتقعد آلاف السنين، ثم انتقلنا الى حضارة الغرب القديم اللي هي اليونانية والرومانية، ثم رجعنا تاني للشرق اللي هي الحضارة الإسلامية اللي قعدت أكتر من 1000 أو تقريبا 1000 سنة، ثم رجعنا مرة تانية من الشرق، رحنا تاني ورجعنا مرة تانية إلى الغرب الحديث اللي هي الحضارة الأوروبية أو الحضارة الغربية الحديثة اللي بتشمل أوروبا وأمريكا. طبعا كده أنا عندي 2 شرق و2 غرب. بدأنا بالشرق ثم رحنا للغرب ثم رجعنا تاني للشرق ثم رحنا للغرب. يبقى أنا عندي واحدة شرق قديم وواحدة حضارة إسلامية، دول الاتنين الشرق، وعندي الاتنين الغرب، واحدة غرب قديم اللي هي اليونانية والرومانية، وواحدة غرب حديث اللي هي أوروبا وأمريكا. تعالوا بقى احنا كده خدنا ايه هي الحضارة، وشفنا ديورانت عرف الحضارة وقال ايه. دلوقتي عاوزين نعرف يعني ايه التاريخ. ما تنساش عنوان درسنا بيتكلم عن الحضارة والتاريخ. ما معنى كلمة التاريخ؟ الحقيقة التاريخ هو علم يدرس الأحداث الماضية، بيدرس الثورات، الحروب، أنماط الحياة اللي حدثت في العصور اللي فاتت حتى لحظتنا الآن. تعالوا نشوف تعريف التاريخ معناه ايه. قال لك التاريخ هو علم يتناول النشاط الإنساني. خد بالك هنا وصف التاريخ بأنه علم مش شيء عشوائي. يبقى التاريخ علم يتناول النشاط الإنساني في كل الأزمنة
بياكل ازاي، بيشرب ازاي، ايه الحروب اللي مر بيها، الثورات، تعاملات البشر، المعاهدات، الاتفاقيات، ملامح التحضر، ملامح التخلف، الحروب اللي تمت، ايه اسبابها، ايه نتائجها، الثورات اللي تمت، ايه اسبابها، ايه نتائجها. طب انا بعمل ايه بالكلام ده؟ يعني انا هستفيد ايه من دراسة الاحداث الماضية في كل نشاط انساني عمله من ثورات وحروب وانا هستفيد من ايه؟ الحقيقة انا هستفيد انه هفهم الماضي فاعرف اعيش الحاضر كويس، وبالتالي اتنبأ بالمستقبل عشان اضمن يبقى عندي مستقبل مشرق، مستقبل متقدم، مستقبل ليه ميزة الرفاهية، فنعيش طول الوقت في حالة تحضر وتقدم ورقي. نرجع مرة تانية، التاريخ هو علم يتناول النشاط الإنساني، النشاط الإنساني اللي هي الأحداث الماضية، الأحداث التاريخية، ثورات وحروب ومعاهدات واتفاقيات إلى آخره. يبقى هو علم يتناول النشاط الإنساني، ماضي وحاضر بس؟ لا، ده مستقبل كمان. يبقى هو علم يتناول النشاط الإنساني في كل الأزمنة، ماضي وحاضر ومستقبل. هو نشاط إنساني أقدر أفهم بيه، علم أقدر أفهم بيه الماضي عشان أعرف أعيش الحاضر، وبالتالي أتنبأ بالمستقبل. طيب ده كلام محترم جدا. طب إيه أهمية دراسة التاريخ؟ ناس تقول لك يعني أنا هستفيد إيه بالتاريخ؟ الحقيقة لما بصينا يا ولاد على أهمية دراسة التاريخ، لما بندرس تاريخ بنستفيد منه إيه؟ الحقيقة وجدنا 4 أشياء أساسية. يمكن أول حاجة أهمية دراسة التاريخ، هنتكلم عن العبر، حاجة اسمها استخلاص العبر، وهنتكلم إيه المقصود بيها وهعمل بيها إيه. رقم 2 القدوة الصالحة. رقم 3 الشعور بالمسؤولية. رقم 4 لما بدرس تاريخ بيحصل ايه؟ عدم التعصب. مستر شريف معلش انا عاوز افهم ايه الحكاية. بص يا سيدي، مبدئيا كده بنقول اهميه انا النهارده فتحت كتب التاريخ، قريت الاحداث التاريخيه في الماضي والحاضر، وبالتالي بدات اتنبأ بالمستقبل عشان اتجنب ازمات، اتجنب مشاكل، اضمن ان انا ابقى مجتمع عايش في شيء من الرفاهيه الى اخره. اول حاجه نتيجه دراسه التاريخ، اول ميزه بحصل عليها حاجه اسمها استخلاص العبر. وكلمه العبر يعني الدروس المستفادة. يعني ايه يا مستر شريف؟ يا جماعة أنا لما بدرس الماضي والأحداث الماضية أقدر أتنبأ بالمستقبل ومشكلات المستقبل، فأقدر أتفاداها. واحد يقول لي طب مستر شريف اديني مثال على الحكاية دي. قال لك مثلا يعني ايه مشكلتنا في حرب 67 النكسة لما اتغلبنا من إسرائيل؟ عنصر المفاجأة، ما كناش مجهزين نفسنا، كنا عاملين الطيران على الأرض، فجه الطيران الإسرائيلي ضرب الطيران بتاعنا المصري اللي قاعد على الأرض ومكشوف، وما كناش مستعدين لعنصر المفاجأة. المرة دي في وقتنا الحالي استخلصنا من هذه العبرة والدرس المستفاد في الزمن الحالي ان احنا ما نعملش الغلطة دي تاني، نبقى دايما مستعدين لأي ظروف، لأي أزمات، لأي حرب، مستعدين لعنصر المفاجأة. فبدأنا نعمل الطيران بتاعنا نحطه تحت الأرض مش فوق الأرض، ونحط صواريخ، نحط أسلحة زي ما احنا عاوزين ونخبيها، ودايما ما نعتمدش على دولة واحدة تدينا السلاح عشان ما تسيطرش علينا، إنما عدة دول عشان ما فيش دولة تسيطر علينا زي أمريكا، فناخد من الصين، ناخد من روسيا، نخبي الأسلحة بتاعتنا تحت الأرض ما تبقاش مكشوف، وبالتالي العدو الإسرائيلي دلوقتي هيتجنن لأنك أنت مستعد بكل الأوجه. يبقى أنا كده استفدت في الحدث الماضي، في الحرب الماضية سنة 67 والهزيمة اللي حصلت، ان ما تحصليش مرة تانية في العصر الحالي. يبقى اول فايدة واول اهمية لدراسة التاريخ استخلاص العبر والدروس المستفادة لتجنب، خد بالك، الاخطاء. وضربت مثال نكسة 67 وحرب 67.
عشان نتجنب هذا الخطأ مرة تانية. طيب ايه كمان؟ قال لك القدوة الصالحة. قال لك لما بندرس التاريخ بتبرز مجموعة من الشخصيات القوية والصالحة بنتخذها قدوة ونموذج يحتذى به، فنضمن طول الوقت ان احنا مجتمع راقي ومتقدم وصالح. يعني مثلا القدوة الصالحة، عندي مثال مثلا سيدنا عمر ابن الخطاب. عمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس كان نموذج وقدوة لتسامح الأديان. خد بالك انت، لما دخل الإسلام بيت المقدس سيدنا عمر بن الخطاب ما رضيش يصلي في الكنيسة، لأنه عارف إنه لو صلى جوه الكنيسة هتتهدم الكنيسة ويتعمل بدلها جامع. قال لك وهنا صلى عمر. فسيدنا عمر شوف الحكمة، فقال لك لا، أنا هعمل صلاتي بره الكنيسة في أي مكان. يعملوا بقى المسجد بعيد عن الكنيسة. تسامح الأديان، قدوة صالحة. يبقى إذا ما هي الدرس المستفاد غير موضوع استخلاص العبر والدروس المستفادة لتجنب الأخطاء المستقبلية؟ 2، القدوة الصالحة كنموذج يحتذى به. اكتب كده، كنموذج يحتذى به. ايه كمان؟ قال لك يبقى كده خدنا رقم 1 استخلاص العبر، خدنا رقم 2 القدوة الصالحة، خدنا رقم 3 بقى الشعور بالمسؤولية. قال لك الشعور بالمسؤولية تجاه ايه بقى؟ تجاه التراث الحضاري. يعني ايه يا مستر شريف؟ قال لك برضو دراسة التاريخ. انت لما بتدرس التاريخ المصري ويقول لك مثلا زي ما خدت انت في سنة اولى او هتاخد السنة دي، بتدرس بقى العصور التاريخية للحضارة الفرعونية القديمة وعصر الأسرات والتقدم الحضاري في الفن والهندسة والتقدم المذهل للحضارات والتحنيط والكيمياء والفيزياء والفلك والرياضيات وشوف هذه الآثار. انت مصر فيها تلت آثار العالم. دراستك للتاريخ الفرعوني المصري القديم بينمي جواك شعور بالمسؤولية ان الشيء ده بتاعك انت، لازم تحافظ عليه. يبقى هنا من نتائج ومميزات دراسة التاريخ غير استخلاص العبر ودروس مستفادة لتجنب أخطاء الماضي، والقدوة الصالحة كنموذج يحتذى به في سماتنا وسلوكياتنا. رقم 3 دراسة التاريخ تشعرنا بالمسؤولية تجاه التراث الحضاري والحفاظ عليه. تجاه التراث الحضاري والحفاظ عليه. حاجتك يا حبيبي، بتاعتك يا بابا، دي بتميزك بترقيك. العالم كله بيشاور عليك يقول لك انت مصري بالحضارة الفرعونية القديمة وما فيها من مظاهر مذهلة للعالم كله. يبقى خدنا كام حاجة يا شباب؟ خدنا 3 حاجات. أهمية دراسة التاريخ: 1 استخلاص العبر أي الدروس المستفادة من الماضي لتجنب الأخطاء. رقم 2 دراسة التاريخ تساعد على النظر إلى القدوة الصالحة واستخدامها في سمات سلوكياتنا، أو استخدام القدوة الصالحة كنموذج يحتذى به في سلوكياتنا اليوم. رقم 3 دراسة التاريخ تساعد على الشعور بالمسؤولية تجاه التراث الحضاري والحفاظ عليه، لأن ده اللي بيميزك. نيجي رقم 4 عدم التعصب. دراسة التاريخ لكل الحضارات الماضية وكل الحضارات بقى، انت درست بقى الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية والحضارة الإسلامية والحضارة الفرعونية والفينيقية والبابلية. دراستك لهذه الحضارات ومظاهر حياتهم التقدمية بتنمي عندك إحساس اسمه عدم التعصب. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش تقولك أنا الحضارة المصرية القديمة أنا الأعظم أنا الأفضل، أنا اللي عملت العالم، أنا اللي خليت المجتمع متحضر، أنا اللي كتبت التاريخ، أنا التاريخ. الكلام ده كله الحقيقة مش من حقك، لأنه التقدم الحضاري الذي نشهده اليوم اللي احنا فيه دلوقتي، التقدم الحضاري ده هو نتيجة خلاصة كتير من الحضارات. يعني لذا بنقول التقدم الحضاري بسبب كتير من الحضارات، كل حضارة ليها فضل على الحضارات الأخرى. لذا بنقول يعني ما ينفعش تقول لك ايه الحضارة المصرية الأعظم، الحضارة العراقية هي الأفضل، الحضارة الفارسية أو الرومانية
هي الاقوى. ما ينفعش تقول لي الكلام ده. كل حضاره فضلها على الحضارات الاخرى. ما تتع... هنا دون تعصب، لاني عارف ان لكل حضاره لها فضل على الحضارات الاخرى. يبقى عدم التعصب حيث لكل حضاره فضلها على الحضارات الاخرى. ده كلام محترم جدا يا جماعة. ما هو التاريخ؟ هو نشاط إنساني ندرس فيه أحداث التاريخ في كل الأزمنة بتاعتها، في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. نفهم من خلال دراسة التاريخ، بنفهم الماضي والحاضر حتى نستطيع أن نعيش مستقبل أفضل. قلنا أهمية دراسة التاريخ. واحد يقول لك يعني أنت شوية ورق التاريخ ده بتقرأ إيه؟ قال لك استفدت شوية سمات سلوكية مهمة جدا. استخلاص العبر أي دروس مستفادة من الماضي حتى نتجنب أخطاء في الحاضر والمستقبل. 2، قدرنا عن طريق التاريخ أن نستخلص القدوة الصالحة ونعملها نموذج نقلده عشان يبقى دايما ناس عندها سلوك حضاري. 3، الشعور بالمسؤولية تجاه التراث الحضاري ومجتمعك حتى تحافظ على هذا التراث وتعتز به طول الوقت. 4، عدم التعصب. من مميزات دراسة التاريخ ان بيبقى عندك صفة سلوكية اسمها عدم التعصب، وما فيش حضارة اعظم وافضل من الاخرى او في شخص افضل من الاخر، لان لكل حضارة فضل على الحضارات الاخرى. يبقى أهمية دراسة التاريخ استخلاص العبر والاستفادة من الدروس الماضية من أجل مستقبل أفضل، الشعور بالمسؤولية تجاه حضارتك وتراثك الحضاري والحفاظ عليه، عدم التعصب، استخدام القدوة الصالحة كنموذج يحتذى به في سلوكك اليوم. طيب تعالى بقى نتكلم عن الحضارات. يعني يا ترى ايه أول حضارة نشأت في الأرض؟ وايه آخر حضارة؟ وصفات يعني احنا عندنا الحقيقة 4 عصور. هنجد انه علماء التاريخ قسموا الحضارات الى 4 عصور: العصور القديمة، العصور الوسطى، العصور الحديثة، التاريخ المعاصر. كل عصر من دول بيبدأ وينتهي، والحقيقة لكل عصر بينتهي عند حدث عظيم عشان يبقى بداية لعصر جديد. تعالوا نشوف مع بعض العصور ال4. طيب جه دلوقتي الوقت على العصور التاريخية. تعالى عاوزين نقول ان في 4 عصور تاريخية مهمة جدا. تعالوا يا اولاد نشوف العصور التاريخية ال4 دي كانت بتتكلم عن ايه. اول عصر اهو العصر الاولاني، يعني مش عارف دي دايرة دي يا عم شريف. طيب هناخد العصر الاول اهو، ودي كانت العصور القديمة. وخليني اقول لك ان العصور القديمة كانت ليها بداية ونهاية. البداية من 1000 الرابعة قبل الميلاد وحتى عام 476 ميلادية. والنبي بقى خد بالك، يبقى احنا كده يا جماعة بنقول ان العصور القديمة بدأت من 1000 الرابعة قبل الميلاد وانتهت عند عام 476 ميلادية. تمام. لكن الحقيقة كان العصر القديم ده ظهرت فيه مجموعة من السمات. يعني مثلا ايه يا عم شريف اللي ممكن يكون ظهر؟ يعني قال لك الزراعة، الكتابة، حضارات كتير بقى ظهرت القديمة زي الحضارة اليونانية، الحضارة الرومانية، حضارات الشرق القديم بقى بتاعتنا. هنلاقي حضارة الرافدين اللي هي الحضارة العراقية، حضارة العراقية أو الحضارة البابلية، حضارة المصرية، حضارة الفينيقية اللي هي الحضارة بتاعت سوريا ولبنان وفلسطين. طيب نيجي بعد كده للعصر الثاني،
وهو بنسميه العصور الوسطى. العصور الوسطى. طب يا معلم، العصور الوسطى دي بقى كانت بدايتها ايه ونهايتها ايه؟ اختم عند عام 476 ميلادية. بس عايز اقول لك حاجة مهمة، ان كل نهاية عصر بيحصل حدث ضخم جدا هنتكلم فيه دلوقتي ونجمعه على بعضيه، بيكون بداية عصر جديد واحداث تاريخية جديدة. يعني نهاية كل عصر في حدث ضخم بيؤدي الى وجود حدث تاريخي جديد. ما تنساش بقى عشان ما ازعلش منك، احنا قلنا العصور القديمة من نهاية الألف الرابعة ميلادية لغاية عام 476 ميلادية، بداية ونهاية. أهم سماتها زي ما قلنا الزراعة والكتابة وظهور العديد من الحضارات اللي احنا شايفينها قدام حضاراتكم المختلفة، من مصرية وعراقية وفارسية ويونانية ورومانية إلخ إلخ. المهم العصور الوسطى بقى دي بقى ريس بدأت منين وانتهت فين؟ هنبدأ 476 دي البداية. يبقى البداية كام؟ 476 ميلادية دي البداية. طيب النهاية ايه؟ انتهت امتى النهاية؟ قال لك النهاية كانت 1453. خد بالك، يبقى من 476 تنتهي عند 1453. خد بالك من الكلام عشان مهم جدا، هيحصل حدث ضخم هنا. طيب اهم الاحداث اللي حصلت في هذا العصر، والنبي كده قول لي ايه الاحداث اللي حصلت في هذا العصر؟ الحقيقه حصل 4 احداث مهمه جدا في العصور الوسطى. بس خليني اقول لك حضرتك حاجه، انه العصور الوسطى قالوا عنها انها تميزت بالصبغه الدينيه. ليه؟ لانه كان موضوع الاديان مسيطر جدا على احداث الحياه. يعني مثلا ظهور المسيحيه او انتشار المسيحيه، وهنا بيحصل سيطره الكنيسه على كل مجالات الحياه. كان البابا هو صاحب الكلمه العليا، حتى فوق الملك وفوق الناس وفوق القانون وفوق اي حاجه. من سمات المجتمع في الفترة دي برضو اللي هي العصور الوسطى كان فيها جهل وتخلف وإقطاع. جهل وتخلف وإقطاع. خد بالك برضو في الفترة دي كان المجتمع الإسلامي في أزهى عصور. يعني في نفس الوقت المجتمع الغربي كان بيعاني من التخلف والضعف والتفكك والشعوذة والى آخره، كان المجتمع الإسلامي والعربي في أزهى عصوره وفي أعلى درجات التقدم العلمي والأخلاقي والديني وكل حاجة. يبقى المسيحية وسيطرة الكنيسة اتصف هذا العصر في أوروبا وليس المجتمع الإسلامي جهل وتخلف وإقطاع. تعالوا بقى نتكلم شوية عن الإسلاميات ونقول إنه هنا الإسلام والفتوحات الإسلامية. الحقيقة الإسلام والفتوحات الإسلامية بنقول إنه في هذا العصر العصور الوسطى اللي هي من 476 ل 1453، بنقول إن العصور دي كانت عصور تقدم وزهو ولمعان في المجتمع الإسلامي. واتسعت الفتوحات الإسلامية من الصين شرقا لغاية الأندلس غربا. خد بالك بقى والنبي. يبقى إذا بنقول العصور الوسطى هي نفس العصور جهل وتخلف في المجتمع الأوروبي والغربي، هي عصور ظلام عندهم، هي عصور نور وتقدم في المجتمعات الإسلامية. يبقى قلنا كده انت يا عم عندك ايه؟ العصور الوسطى، المسيحية وسيطرة الكنيسة، الجهل والتخلف والإقطاع، انتشار الإسلام والفتوحات الإسلامية من الصين شرقا حتى الأندلس غربا. كلام لطيف جدا. طيب تعالوا بقى، طبعا احنا اتفقنا ان كل عصر بيبقى يعني في سماته، وكل عصر وكل مرحلة بتقعد آلاف السنين. يبقى كده خدنا العصور القديمة وخدنا العصور الوسطى.
تعالوا رقم 3 كده يا شباب، هنتكلم عن العصور الحديثة. طب يا معلم، العصور الحديثة دي كانت منين لفين؟ العصور الحديثة، والحقيقة العصور الحديثة كانت البداية، العصر الحديث كان بدايته من امتى؟ من 1453 ميلادية لغاية النهاية. بتبقى امتى؟ قال لك النهاية كانت 1914 ميلادية لما حصلت الحرب العالمية الأولى في التاريخ ده. خد بالك، عشان كده بقول لك عند نهاية كل عصر بيحصل حدث ضخم جدا هنجمعهم لك مع بعض في الآخر. تمام يا شباب؟ بس أنا عاوز أعرف يعني العصور الحديثة دي يا ترى إيه أهم السمات اللي حصلت في هذه او في هذا العصر الحديث ده، اللي هو من 1453 وينتهي عند 1914. بص يا ولاد، اول حاجه خلينا نقول عليها انه في هذه العصور الحديثه والعصر الحديث حصل 4 حاجات مهمه جدا. اول حاجه النهضه الاوروبيه، الثوره الصناعيه، الكشوف الجغرافية، الاستعمار. يلا يا معلم كمل اهو، ايوه اكتب ورايا، قلنا الاستعمار الاوروبي. يا الهي يا الهي، الله. يبقى احنا كده في الفترة بتاعة العصر الحديث 4 احداث مهمة جدا. طبعا النهضة الاوروبية والثورة الصناعية، طبعا احنا قلنا طبعا هنا في القرن العشرين، بدايات القرن العشرين حصل الثورة الصناعية والنهضة الأوروبية. بدأ المجتمع الأوروبي بقى يشتغل بالبخار وبالآلة، وبقى عنده تكنولوجيا وتكنولوجيا الآلة، وموضوع الأيدي العاملة بالإيدي بدأت تقل وتحل الآلة محل الأيدي العاملة، ويتقدم المجتمع الأوروبي جدا جدا جدا، فيحصل له نهضة. خد بالك بقى، يعني العصر اللي قبل كده الوسطى كانت عصور ظلام، وفي حين ان هي عصور زهو ونور المجتمع الاسلامي، لكن في العصر الحديث بدأ المجتمع الاسلامي والعربي يقل، ويظهر المجتمع الاوروبي الغربي بثوره صناعيه ونهضه اوروبيه. مش بس يا جماعه في الصناعه وبتاع، ده كمان بقى ايه في الافكار والثقافه لا، ده كان منتجين جدا في افكارهم وعلمهم في كل وشتى مجالات الحياه. ده غير بقى كمان في الفتره دي حصل حاجه اسمها الكشوف الجغرافيه. طبعا حصل من ضمن الكشوف، طبعا الكشوف الجغرافيه دي خد بالك كانت سبب مباشر في حدوث الاستعمار الاوروبي. ايه علاقه ده بده يا عم شريف؟ بص يا سيدي، عشان دي ايه تركه فنيه مهمه جدا. في الفتره دي البرتغاليين قدروا ان هم يكتشفوا حاجه اسمها طريق راس الرجاء الصالح، اللي هو الدوران حول افريقيا. الدوران حول افريقيا، وبالتالي انتشار التجاره اكتر وبتاع. ليه؟ لانه الاماكن الاخرى اللي كان بتمر منها السفن كانت اماكن مليئه بالحروب والمشاكل وبتاع، فاكتشفوا طريق جديد سهل عليهم التجاره. المهم، اكتشفوا في الفتره دي الامريكتين. انا عاوز اقول لك حاجه مهمه قوي في الموضوع ده، انه المجتمع الاوروبي المتقدم في ثورته الصناعيه كان محتاج مواد خام. يعني محتاج بقى حديد، محتاج قطن، محتاج صمغ، محتاج توابل، محتاج. طب بيجيب الحاجات دي منين؟ بيجيبها من دول زي الامريكتين، بيجيب لها من بعض الدول الافريقيه. فكل الدول اللي تم اكتشافها بدأ يتم استعمارها لاستغلال المواد الخام اللي فيها. المهم عشان ما اطولش عليك، لا اطول، يبقى العصور الحديثه اللي بتنتهي عند 1914 حصل فيها نهضة أوروبية وثورة صناعية وكشوف جغرافية زي اكتشاف رأس رجاء الصالح والأمريكتين وغيره، وكتير من البلاد الأخرى اللي تم اكتشافها، مما أدى إلى الاستعمار الأوروبي للاستفادة من المواد الخام في الدول دي. طب ده كلام محترم جدا. تعالوا بقى ناخد كمان العصر الأخير والعصر الرابع، اللي هو هنسميها رقم 4 كده، التاريخ المعاصر. المعاصر يعني الآن.
طيب تعالى يا عم شريف نشوف بقى الكلام ده ايه. قال لك التاريخ المعاصر البداية والنهاية. التاريخ المعاصر بدايته امتى؟ خد بالك بقى، من عام 1914 ميلادية، يعني الحرب العالمية الأولى، ويمتد حتى الآن. حتى الآن يعني لغاية ما أنا واقف قدام سيادتك كده، ده اسمه التاريخ المعاصر. ده اسمه التاريخ المعاصر. يعني احنا خدنا العصور القديمة، وخدنا العصور الوسطى، وخدنا الحديثة، وادي الآن المعاصرة الآن اللي هي من 1914 وحتى الآن. طب يا سيدي ايه بقى يعني أهم سمات هذه المرحلة؟ حصل ايه؟ قال لك تعال نشوف كده مع بعض. التاريخ المعاصر الحقيقة انه حصل مجموعة من القصص والحكايات، في منها ايجابي وفي منها سلبي. يعني مثلا لو هناخد مثلا الايجابي، حصل ايه؟ شوف يا سيدي الايجابي حصل ايه، اسمع. ادي 1 2 3 4 مثلا. يعني مثلا الايجابي يقول لك، يعني مش عاوزين برضو معلش نوضب لك الحكاية دي، يبقى احنا كده هنرجع تاني معلش. يبقى انا بقول التاريخ المعاصر، وده رقم 4. والتاريخ المعاصر اللي بيبدأ من 1914 وبينتهي عند حتى الآن. يبقى دي البداية، دي البداية، وحتى الآن دي النهاية. طيب احنا بنقول يا ترى ايه اهم سمات هذه المرحلة وخصائصها؟ هنلاحظ انه اهم الحاجات الموجودة في العصر ده يا جماعة اللي هي التاريخ المعاصر، اول حاجة الحروب العالمية المدمرة. انت بتتكلم في الحرب العالمية الاولى والثانية. طيب ايه كمان؟ التلوث البيئي، انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة، يا ساتر. التحرر، هنا بقى خد بالك هيبدأ بقى شوية حاجات إيجابية. التحرر من الاستعمار. عندك كمان اكتشاف الكواكب. عندك كمان الصعود إلى القمر، يا سلام. عندك كمان، قول لي كمان وكمان، قال لك عندك كمان الثورة المعلوماتية والتكنولوجيا. الثورة المعلوماتية والإنترنت. الله. يبقى أنا كده هلاحظ إنه في هذا العصر كما هي العادة حصل مجموعة من الإيجابيات والسلبيات. طب يا عم شريف إيه هي الإيجابيات اللي عندك؟ عندي الحروب طبعا. نبدأ بالإيه؟ السلبيات بالترتيب. حاضر. هتجد السلبيات الحروب العالمية المدمرة، هتجد التلوث البيئي، هتيجي تلاقي انتشار الأوبئة والأمراض، ده كله سلبيات. طب يا ترى بقى ايه هي الايجابيات؟ اسمع يا سيدي الايجابيات: التحرر من الاستعمار، اكتشاف الكواكب، الصعود الى القمر، الثورة المعلوماتية والانترنت. يبقى اذا احنا كده قلنا عندنا 4 حضارات، 4، ولكل حضارة بتنتهي بيحصل حدث ضخم يكون بداية لحضارة أخرى. يبقى نعيد تاني بقى يا جماعة، يبقى احنا عندنا كم حضارة؟ راجع معايا. قلنا عندي الحضارة القديمة اللي هي بنتكلم من البداية من نهاية الألف الرابعة لغاية 476، ودي عندها زراعة وكتابة وحضارات قديمة زي الحضارة الفارسية والبابلية العراقية والمصرية القديمة والرومان والحضارة اليونانية. بعد كده دخلنا على العصر الثاني اللي هي العصور الوسطى، اللي كانت عصور ظلام على أوروبا،
وفيها الخرافة وفيها التخلف على حين. هي عصور منيرة ومضيئة على المجتمع الإسلامي اللي زادت فتوحاته في القرن السابع الميلادي، وانتشر الإسلام في الفتوحات الإسلامية من الصين شرقا إلى الأندلس غربا. دخلنا في العصور الحديثة اللي حصل لها ثورة صناعية، نهضة أوروبية، كشوف جغرافية، اكتشاف بلاد جديدة، استعمار أوروبي. بنيجي بعد كده للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التاريخ المعاصر اللي بيبدأ من 1914 عند الحرب العالمية الأولى لغاية اللحظة الراهنة التي نحن فيها الآن. وقلنا حصل فيها شوية مميزات وشوية عيوب. المميزات يعني كانت اكتشاف كواكب، الصعود واكتشاف المريخ، اكتشاف كواكب، الصعود للقمر، تكنولوجيا، ثورة معلوماتية. لكن للأسف تحرر كتير من الدول من الاستعمار الأوروبي، دول كتير قدرت تتحرر. لكن للأسف انتشار أوبئة، انتشار أمراض، حروب عالمية، تلوث بيئي إلى آخره. خليني أختم معاك إذا سمحت لي في آخر جزء معايا النهاردة. أنا كده ملاحظ إنه الأربع عصور كل عصر كان عنده حدث. يعني خلينا كده نقول يا ترى حصل إيه في العصور القديمة، ويا ترى حصل إيه في العصور الوسطى، وكمان إيه اللي حصل في العصور الحديثة، وإيه كمان اللي حصل في التاريخ يعني المعاصر. طيب احنا قلنا كل واحدة من دول كان عندها مشكلة. يعني في النهاية العصور القديمة، نهاية العصر كان قلنا سنة كام؟ نهاية العصر بتكتب ورايا والنبي، ها؟ نهاية العصر كانت سنة كام؟ احنا قلنا نهاية العصر، احنا قلنا من بدايته من نهاية الألف الرابعة لغاية 476. نهاية العصر 476 ميلادية. طب والتاني العصور الوسطى كان نهايته ايه؟ احنا قلنا من 476 النهاية كانت سنة 1453. خد بالك عشان كل واحدة يحصل حدث. طب بالنسبة للعصور الحديثة نهايتها امتى؟ هتبقى النهاية عام 1914. تمام؟ احنا بنقول إن طبعا التاريخ المعاصر اللي هو حتى الآن، يعني ده ما فيهوش قصة دلوقتي. هتلاحظ انه في العصر القديم حصل في 476 هنا سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. خد بالك، سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية في الفترة دي. طيب 453 حصل إيه؟ قال لك 1453 سقوط الإمبراطورية الرومانية، بس المرة دي الشرقية. في عام 1914 حصل إيه؟ الحرب العالمية الأولى. بكده خلص الفصل بتاعنا كاملة، وانتظروا معايا حل مجموعة من الأسئلة المهمة جدا عن هذا الفصل، وأشوفكم على خير. السلام عليكم.